بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم اخواتي، ان شاء الله كاملين تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم هذا المربى اللي كيجي اكثر من رائع واقتصادي. اللي كنحتاجو فيه هو واحد 500 غرام ديال القرعه الحمراء، واحد جوج فانيات، عندي واحد 3 ليمونات. من بعد ما قطعتهم ودوزتهم في الماكينه، ومن بعد عاد صفيتهم. غادي نجيب القرعه، غادي نقطعها الى قطع صغيره، وغادي نردها تسلق مع شويه الماء فقط، لان هي اصلا كتطلق الماء. غادي نخلي هذيك الفاني، وغادي نخلي السكر والليمون باش بغيت هذاك الليمون باش يحافظ ليا على ديك اللذه ديال الحموضه. من بعد ما تسلق راه ضفت هنايا واحد زلافه ديال السكر، وغادي نضيف الفاني، وغادي نضيف واحد المعلقه ديال قشور الحامض، حتى هما معلقه هي صغيره. وغادي نضيف هذاك العصير ديال الليمون. ملاحظه هو انه راه القرعه راه ما طابتش بزاف، وانما خليتها هي شويه نص طيبه. ها هي الفاني غادي نضيفها، وكنخليه كيطيب على المهل حتى كيوقف ما كتبقى فيش قطرات الماء، فكيجي محمض ومعسل، كيجي اكثر من رائع. لا تنسوني من الاشتراك ودعم القناه حتى تكبر. هانتوما كتشوفوا كيفاش كيجي معلك، غادي ينفعك في ليكيك، غادي ينفعك في الحشوات ديال اللوز ديال الكاوكاو، في هاد التعليكات الرمضانيه ديال يعني المعسلات. شي حاجه اللي رائعه. شوفوا كيفاش هي كتهبط، كيفاش كيهبط، راه معلك وزوين. كنديروا عليه شويه الزيت من الفوق، وضروري نحتفظوا به في الثلاجه. علاش؟ لانه احنا ما عقمناش باش نخليوه مده اطول خارج الثلاجه. لا تنسوا من الاشتراك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.